كتبت ليك كتير أبيات وقصايد شعر، ولكنك في كل مرة تقولي كلام ضعيف زي إنه ملهوش لازمة ورخيص السعر. أي حد ببساطة ممكن يكتبه، ده شيء سخيف. لكني كتبت عن إحساسي بيك وعن يوم لقانا ولمسة إيديك، وكمان كتبت عن يوم فراقنا وقد ايه كلمة نصيب مش جاية على كلامنا. كتبت ان في يوم هنعود وانك سندي واني ماليش غيرك، لان ما بينا لو ناسي وعود. وديني يا حبيبي بفكر بنفس تفكيرك. هترجع اكيد وتفتكر هزارنا، وهتقوم تتفرج على صورنا، وهتفتكر اني مستنياك ولسه بتمنى اعيش وياك. مش كل حاجة تتقال نصيب نصدقها. قول انك مش عايزني وساعتها هفرقها، اصلها تفرق وتفرق كتير جدا. صدقني كلمة قلتها ليك وهفكرك بيها، ان اللي عايز حاجة بيعملها مش بيرميها على النصيب ويقول هتتحل اكيد. كل اللي اتحل هنا كان من صنع ايديك. جهزت كل حاجة وولعت النار من غير ما تحتار، اخدتني ورميتني قدام عينيك. خلاص فهمت انك مش عايزني، وفهمت برضو انك مش رايدني، ولكني حبيتك بجد. الحب اللي بيفضل في القلب مش في العقل. اكيد قلبك هيوجعك وهتفتكر كلامي، واني مش هودعك، واني روحي متعلقة برجوعك. ولما اشوفك هفتح موضوعك وهقولك ان اللي عايز حاجة بيعملها مش بيرميها على نصيب.